الزمالك بيروح من كاس مصر. انا طول عمري يا رؤى بسمع عن كعب الغزال ده انه بيبقى مثلا متحني، لكن اول مره اشوف كعب مخري، اول مره اشوف كعب مطرب، كعب مهبب. يا جدعان الكوره امكانيات، مش عيب ولا حرام. انت رؤى الكوره في العادي ما هيش كارك، انت راجل يعني تشتغل مقاول، انت صنايعي تشتغل باليوميه، تطلع لك بقى مترين رمل، تطلع لك شجرتين اسمنت، مش عيب. انت لابس كمان شارة كابتن الزمالك. ايه يا عم شارة المرور اللي انت لابسها دي؟ وقضي بقت السنتين ثلاثه اللي باقيين من عمرك في البيت باحترامك. يا جدعان هي الكوره امكانيات. احنا بقالنا 3 سنين بنقول للناس كده، الناس تقول لك انت بتطبل. يا جدعان الزمالك محتاج فرقه غير فرقه المهرجانات اللي معاه دي. الزمالك معاه فرقه فنون شعبيه، انت مش محتاج بن شرقي بس، ولا محتاج لعيب ولا 2. الزمالك محتاج فرقه، محتاج هيكله. اما الاخ ناصر منسي فانت معدي، انت معدي ليفل الوحش اقسم بالله. انت بواقي زيت السمك، بواقي زيت الصعام دي بتاعتك، شغلتك، صنعتك، قلبك فيها، ابعد عننا. بصوا يا جماعه، يعني والله ما الاقي كلام اقوله، والله يعني خلاص الكلام خلص وزهقت من كتر الكلام وتعبت من كتر الكلام واتخنقت من كتر خلاص. يعني الواحد مش عايز اقول لك ان الواحد اتخنق من كتر ما بيزعل على حال نادي الزمالك واللي بيحصل فيه. لا بقى في بلادة مشاعر بقى خلاص، اللي هو ايه انتوا خسرتوا. طيب انا والله العظيم بتفرج وانا بتفرج على كده، يعني انا وانا بتفرج تخيل ان الزمالك وصلني لمرحله ان انا متوقع ان اخسر من طلائع الجيش. يعني متوقع، يعني متاكد ان اخسر من طلائع الجيش. والله العظيم الكوره بتاعت محمد حمزه زكي اللي راح بيها في اخر الماتش خالص دي وهو رايح على الجون، اقول لك ايه، انا متاكد انه هيجيبها. يعني راح معاه مدافع من الزمالك وبيجري جنبه وخلاص الحارس طلع والشناوي طلع، والله متاكد انه هيجيبها. هو احنا كده، هو الزمالك كده. ما تفهمش احنا بنعمل ايه ولا جايين نلعب فين ولا بنلعب. ده انت طالع من دور ال16 من كاس مصر تقول لي اصل انا كنت بلعب بناشئين. ياك تقول لي بلعب بناشئين؟ انت لعبت سامسون ولعبت ناصر منسي ولعبت شيكابالا ولعبت حسام عبد المجيد ولعبت الزناري وما فين الناشئين بس. انت ما كل اللي ما عندكش زيزو اللي ما لعبتوش هو تقريبا ومصطفى شلبي. هتقولي لا وما جبتش ناصر مان وعبد الله سعيد مش عارف ايه وبتاع. خلاص انت مديهم اجازه، بقد اجازه بقيه الفريق كلهم والعب بالناشئين. الاهلي جابها من الاخر قال لك يا عم كاس مصر السنه دي ما يلزمنيش يا باشا، انا عندي بطولات ثانيه مش لعبه خالص. انت ما تجيش تلعب وتقل من نفسك خالص خالص بدل اللي احنا بيحصل فينا ده. مش عارف تحافظ على الجون. يعني انا يا جماعه بجد بجد انتوا مش مدركين اللي احنا فيه كجمهور زمالك، والله يعني ما حدش مدرك. بصوا يا جماعه، هي الموضوع في حكمه بتقول لك ايه، يغزلك العالم او يحزنك العالم فيسعدك فلان الفلاني او علان العلاني او نادي فلان الفلاني او نادي علان العلاني، بلاش الاهلي ايا كان. يعني في جماهير بتقول كده، يحزنك او يغزلك العالم فيسعدك النادي بتاعك، ولكن يحزنك العالم ويحزنك ويكئبك ويكمل عليك الزمالك. هذا شعار تخصص غير طبيعي. اهلا وسهلا بالمكتئبين، عشاق الفشل، مدمنين الخسائر، محبين الخروج من البطولات، بيتجرعوا الفشل جرعه بياخدوه كل يوم مرتين قبل الاكل ومرتين بعد الاكل، وصراع مع نفسه بيعلي على نفسه بذات نفسه للخروج بنفسه من اي بطوله. نفسه هو مش بتاع بطولات اطلاقا، يعني ما بيحبش ياخد بطولات. عزيزي المتابع، تتفرج على فريق لا حول له ولا قوه، لا حول له ولا قوه تماما. اشباه لعيبه نازله كلهم لعيبه ما عندهمش كوره. وانا معلش بقى لو الواحد خرج عن شعوره، لان ما عادش فاضل حاجه في الموسم اصلا. يعني خلاص الموسم كله بلحونيوم، الموسم كله بلحونيوم. فانا هزعل عشان ايه؟ مفيش حاجه تزعلني خلاص. وهختشي ليه؟ وهشيل جوايا ليه؟ طب ما انا فضفض وخلاص. قعدتوا تقولوا دعم يا اسلام، اسلام يقول حاضر. شد مع الفرقه يا اسلام، اسلام يقول حاضر. يا اسلام خليك مع الزمالك يا جماعه، والله الفريق ما حلو، خليك مع حاضر. رقبتي ورفعت ايدي وقلت من عيني الجوز وشفايف اللوز. طب ما تبلوا رقنا، طب ما تعملوا حاجه. هو انتوا ايه حب الخساير دوت، وايه ادمان الفشل دوت، وايه عشق الهزايم ده؟ انا ما شفتش نادي في الحياه كده. يا اختي يا اختي يا اختي
يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ليه بقى؟ لاني لما الاقي النادي الاهلي ساب لي البطوله ومشي، ساب لي البطوله، النادي الاهلي ساب البطوله وقال لي خلي عندك ريحته وخدها. هي بقيه كده. النادي الاهلي ساب البطوله، سابها حجتي. النادي الاهلي ساب البطوله وقال لي خلي عندك ريحته يا نادي عديم الريحه. اهو يا لعيبه عديمه الريحه، خدوا دوري وخدوا كاس. الاهلي ساب لي كاس، خد. النادي الاهلي بيقول لي خد كاس. النادي الاهلي بيقول لي خد خلي عندكوا ريحته وخد كاس. اتكلم اقول ايه بس؟ اتكلم اقول جون يجي في البلاس 90. لعنه النادي الاهلي حلت على الزمالك، دي لعنه. البلاس 90 دي لعنه اهي. لهوي بالش. النادي الاهلي ساب لي البطوله وليه مشي؟ قال لي خدها بقى، خلي عندك ريحته بقى، خدها طالع من موسم كارثي، خلي عندكم ريحته وخدوا بطوله بقى، خدوا بطوله. انا خدت بس مش البطوله، يعني انا كنادي زمالك انا خدت حاجه غير البطوله. الفساد الكروي يطرد الزمالك من كأس مصر على يد طلائع الجيش. تقول لي ايه علاقة الفساد الكروي بالموضوع؟ اقول لك لما يكون في لعيبة لا تصلح انها حتى يتم تجربتها في الزمالك وتكون دي اللي بتشكل قوام فرقة الزمالك وبتاخد ملايين، وده مش فساد؟ هو لازم الفساد يكون ان حد بينصب، حد بياخد رشوة حقيقي. الاسماء دي مين اللي جابها؟ وده سؤال المسؤول لازم يتحاكم. انا عاوز اعرف، المجلس ده يطلع يقول لنا الاسماء دي مين اللي تعاقد معاها، مين اللي قال لهم روحوا ادفعوا ملايين واعملوا عقود توردكم بعد كده في قضايا ومشاكل. ده فريق السكاوتنج ولا ده لجنه فنيه ولا ده؟ ما هو مش معقول اللي عمل كده هيفلت بجريمته. ففساد كروي ادى لان الزمالك يبقى ده شكله في ارض الملعب، وده الكواليتي بتاعه الهزيل والضعيف جدا عشان يخسر بشكل طبيعي من طلائع الجيش وتستمر مسيره الخساره وعدم النجاح هذا الموسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبؤس جديد على اليوتيوب. وانا بتكلم سيلفي المرة دي عشان الكلام يطلع من القلب كده، لان الواحد اتخنق من الاسطوانات. يا ولاد التالتة يمين يا زملكاوية يا جامدين، ايه رأيكم؟ الوضع كويس دلوقتي؟ انت بقيت بائس، بس مش بائس محلي، لا انت بقيت بائس فقط، حتى المحلي فقدتها. ضحكوا عليك وقالوا لك الاهلي بياخد بطولات من الزمالك بالتحكيم وباتحاد الكوره وبالمؤامره. طب دلوقتي ازاي الحال؟ طلائع الجيش كمان بياخد بطولات منا بالتحكيم بالمؤامره. الشارع المصري لازم ينام مبسوط فيقوم طلائع الجيش يكسب الزمالك، او الاهلي سابها لك مخدره، ساب لك البطوله، انسحب. مش احنا بنتخانق هو الاهلي انسحب ولا اعتذر؟ هو الاهلي اعتذر ولا انسحب؟ هو الاهلي خايف ولا مرعوب؟ هو الاهلي سابها لك وتفش. سمي انت براحتك، عايز تسمي انه انسحب سمي، انه اعتذر سمي، المهم تسمي الله قبل ما تاكل. ازاي الحال دلوقتي؟ طلائع الجيش اللي في اسوأ حالاته، طلائع الجيش اللي في أسوأ حالاته، مش طلائع الجيش بتاع بسام وبتاع اللعيبة الجامدة اللي موجودة. ده طلائع الجيش بالحب كده، فضل في الدوري بالعافية، طلعنا من كاس مصر.